الفرد للجميع والجميع للفرد، قاعدة تعتبر طوق نجاة للي يطبقها. قاعدة شفناها وبنشوفها وهنشوفها في عالم الأسود. احتمال إن شبل عمره 2 ينجو في البرية لوحده صعبة، مش كده؟ طيب لو شبلين أصعب؟ طب إيه رأيك في 12 شبل ما وصلتش أعمارهم ل4 سنين؟ لا، مش مستحيل. ما هو هذا الشبل من ذاك الأسد. رحبوا معايا بأحفاد المبوجو، تحالف الأشبال اللي قدر رغم صغر سنه ينجو في البرية ويعيش لسنين أطول بعد النهاية المأساوية اللي حصلت للجيل الأول من الأحفاد. مين دول ومين دول؟ وليه أحفاد المبوجو اللي من نفس الفخر يتقسموا ل2؟ وإيه كانت نهاية كل جيل فيهم؟ وكام كان عددهم؟ ده اللي هنعرفه في رحلة النهاردة. أهلا بيكم في أرض العجائب. في رحلة النهاردة هنتعرف سوا على أشبال مانجيني برايد اللي يعتبروا من أبرز أحفاد المبوجو، وهنعرف إزاي كانت نهايتهم. اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات علشان تنضم لأسرة أرض العجائب، وتابعنا على الفيسبوك وتيك توك من خلال الروابط اللي موجودة في الوصف. ودلوقتي هات كوباية شايك ويلا بينا نبدأ. طبعا على مدار السنين الطويلة اللي عاشها المبوجو نجحوا ان هما يمدوا نسلهم في اكتر من فخر، ومن ضمن النسل ده كان مجموعة لبؤات او اناث، اللبؤات اللي اصبحت بعد كده جزء من مانجيني برايد، وتزوجوا مع اكتر من تحالف، اهمهم تحالف الماجنجلانز، واللي فضلوا معاهم لفترة طويلة. وفي يوليو 2013 بتنجب إناث مانجيني برايد من ذكور الماجنجلانز 3 ذكور. بمرور الوقت وتحديدا في 2016 شكل ال3 أشبال تحالف جديد واستقلوا عن الفخر. تحالف مكون من أشبال خبرتها شبه معدومة في الصيد يستقلوا عن الفخر. رحلة أشبه بالانتحار يخوضها ال3 أشبال اللي اتعرفوا بعدين بالجيل الأول من أحفاد المبوجو. وطبعا اتعرفوا بعدين دي توضح لك نتيجة مخاطرتهم. بالظبط كده، التحالف نجا والأسود تجاوزوا فترة النمادك أو الرحالة، وده بنجاحهم في صيد عدة فرايس منها الكبير ومنها الصغير، إلا إنها كانت كافية لسد جوعهم. لكن بمرور الوقت ولأن الحلو ما يكملش، الأسود ال3 بدأوا يحسوا بالخطر، خصوصا مع ظهور تحالفات جديدة في المنطقة. ده اللي خلاهم يتحالفوا مع أسد رابع أكبر في السن، وهو ذكر تلامات برايد الشهير، وبكده نجحوا في تحسين وضعهم أكتر. صحيح ما نجحوش في السيطرة على أي إناث أو حتى فرض نفوذ على مناطق جديدة على غرار أجدادهم، إلا إنه ده ما يمنعش إن نجاتهم في حد ذاتها تعتبر إنجاز كبير. وفي 2018 وفي واحدة من معارك الرحالة اللي خدوها بيموت أسدين من ال4 أسود، وكان ال2 بالمناسبة من نسل المبوجو، وتبقى أسد أخير مع ذكر تلاماتي. وفي رد فعل غريب مش متفسر بدأوا يزقروا ويدخلوا لمناطق خاضعة لأسود تانية لحد رحلتهم الأخيرة اللي خدوها في أعماق كروجر بارك في 2020، واللي كانت آخر مشاهدة ليهم، ومن يومها مفيش أي أخبار عنهم. وبكده هتخلص القصة. لا تخلص إيه؟ لحظة واحدة بس، أمال فين الجيل التاني وال12 شبل والمقدمة الأوفر اللي قلتها دي؟ طب ما تقلقش، كله موجود. قوم هات كوباية شاي تانية وتعال اشترك في القناة وأنا أقولك. خلاص كله تمام؟ طب بينا نكمل. زي ما قلتلك كده ال3 أسود كانوا الجيل الأول أو النسل الأول للمبوجو من إناث مانجيني. أما الجيل الثاني فبدأت قصتهم ما بين 2015 و2016 لما أنجبت إناث مانجيني ذكر جديد في ديسمبر 2015، واللي هيبقى بعدين قائد التحالف، وبالمناسبة اتسمى جولدن مين للشبه الكبير ما بينه وما بين ذكر الماجنجلانز الشهير.
وفيما بعد أو لما بلغ يعني أطلق عليه اسم بيج بوي. وعلى مدار سنتين 2016 و2017 أنجبوا الإناث 11 أخ أو شبل تانيين، 8 منهم ذكور و3 إناث، علشان بكده يوصل عدد الجيل ده من الأحفاد ل 12 ابن. تسع ذكور اتلقبوا بعدين باسم مانجيني 9 أو مانجيني 9 يعني، و3 إناث. سنة 2018 وتحديدا في بداية السنة الماجنجلانز وعلى عادتهم هجروا الفخر أو هجروه يعني، بمعنى أصح تقدر تقول اختفوا ما بين شهرين فبراير وإبريل. ومع ظهورهم أو عودتهم بدأوا يموتوا واحد ورا التاني، علشان نبقات مانجيني تلاقي نفسها فجأة مسؤولة عن حياة 12 شبل، منهم اللي على وشك البلوغ ومنهم اللي عمره لسه ما تجاوزش السنتين. مهمة صعبة ازدادت صعوبتها أكتر مع بداية ظهور أسود برمنجهام بويز في المنطقة، وكان الحل الوحيد قدام الإناث هو الهرب. لا ما تقلقش، مش هفاجئك بالدراما المعتادة وأقولك إن الإناث دفعت وحاربت والكلام الكبير ده. الناس مانجيني برايت لما لقوا المهمة صعبة قرروا يتخلوا عنها تماما. بنات المابوجو، وركز في النسل كويس، اتخلوا تماما عن ال 12 ابن. والله كده بدون اي تفسير منطقي، حالة ما لقيناش ومش هنلاقي ليها سبب مهما دورنا. ويقرر ال 12 شبل بقيادة اخوهم الكبير الترحال لغرب المحمية. وما بالك بخطورة الرحلة في اعماق سابي ساند، متاعب كبيرة واجهوها، من معارك لمحاولات صيد اي طعام يسد جوعهم، لتحدي اهم يتمثل في الضباع اللي بتترقب سقوط اي شبل منهم. لكن بمرور الوقت قدروا ينجحوا بالفعل برغم اعمارهم اللي بقولك ما تجاوزتش السنتين. جينات المابوجو مكنتهم من المواجهة وقدروا ينجوا، الا ان زي ما قلتلك برضه في نفس الفيديو ده الحلو ما يكملش. في يونيو 2018 خسروا ذكر ولبؤتين، والمفاجأة كمان انهم رجعوا اتقابلوا بإناث مانجيني امهاتهم يعني، واتحدوا تاني مع بعض. وفي مايو 2018 بيهجروا الفخر من جديد بعد ولادة امير اوتاوا اللي يعتبر برضه احد احفاد المابوجو. وللأسف وبشكل مأساوي ما بين شهر ابريل وشهر نوفمبر يموت 8 ذكور ولبؤة. والله 9 من افراد الفخر او التحالف ماتوا في 7 شهور بس بطريقة مأساوية، منهم اللي مات من الجوع ومنهم اللي مات من المرض. واخيرا في 29 نوفمبر بيتم العثور على جثة احد الذكور مرمية تحت شجرة، وما فيهاش اي علامات تدل على موته في معركة او بجرح معين، واتقال ان السبب مرض اصيب بيه، الا انه ما كانش سبب اكيد. الحاجة الوحيدة اللي كانت اكيدة ان الجثة دي هي جثة جولدن مين او بيج بوي، اكبر الاشبال واخر الناجين من ال 12 ابن، واللي فشل انه ينضم لنكهوما برايت قبل ايام قليلة من موته. دي كانت حكاية النهاية لجيلين من اهم احفاد اسود المابوجو، اللي بقائهم على قيد الحياة في حد ذاته كان انجاز يذكر. ولا انت ايه رأيك؟ شاركني برأيك في التعليقات. وفي الاخير اتمنى يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت بمعلومة جديدة. هكون سعيد جدا لو انضميت دلوقتي لأسرة أرض العجائب واشتركت القناة، وتقدر من خلال الروابط اللي موجودة في وصف الفيديو تتابع حساباتنا على فيسبوك وتيك توك. وما تنساش تدعم الفيديو بإعجاب وشير، واشوفك الفيديو اللي جاي على خير.